السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. رجعت لكم بواحد الوصفة اللي رائعة قديمة بزاف يعرفوها خصوصا الناس الشمال، الفقوصة الشمالية اللي كدار في الأعراس والمناسبات. الصراحة فيها واحد المذاق رائع. أنا من عشاق هاد الفقاقص هادو اللي كيكونوا في الأعراس والمناسبات، كل واحد الطريقة ديالو. أنا غادي نديرها بطريقتي وكل منطقة كتختلف على منطقة أخرى. كاين اللي كيحمرها، كاين اللي كيخليها بيضاء، كاين اللي كل واحد باش كيعجنها بمزهر، كيعجنها بالموارد. المهم غادي نعطيكم الطريقه اللي كنخدم بها انا واللي كتعجبني وكتجي اكثر من رائعه. غنبداو على بركه الله. طريقه التحضير ديال هاد الفقوطه راه كتجي رائعه، واحد النسمه كتجي فيها خطيره بزاف. غندوزو على بركه الله المقادير. فغنحتاجو عندنا هنايا كاس ديال السكر كلاصي، وعندنا هنا كاس ديال الزبده المذابه النوعيه الجيده. هانتوما كما كتشوفوا نفس الكاس عبروبي. وعندنا هنايا خديت الماء، درت فيه واحد شويه ديال النافع وشويه حبه حلاوه وخليتهم غلاو وطفيت عليهم بقاو دافي. الماء خصو يكون دافي. عندنا هنايا حبه حلاوه، واحد معلقه ونص. وعندنا 2 معالق كبار ديال الزنجلان. عندنا معلقه كبيره الخميره الفوريه. وعندنا هنا السمن حار، انا درت نص معلقه. وواحد قبصه ملح، هي نورمال كدار معلقه صغيره عامره، انا درت غير نص المعلقه، ما بغيتش النسمه تكون مجهده لان عندي هاد السمن حار مجهد. عندنا هنايا الماء زهر، انا غنستعملهم بجوج بهم. غنعمل نص كاس الماء زهر وكاس ديال الماء ورد. كاين اللي ما كيديرش نهائيا الماء، انا خديت الماء اللي عملت فيه النافع اللي غليته. كل واحد كما قلت لكم الطريقه ديالو، فانا عطيتكم الطريقه اللي كنستعمل انا. هنا عندنا كيلو ديال الطحين، طبعا يكون نوعيه جيده ويكون مغربل. غادي ندوزو على بركه الله. غادي نعملوا النواشف كامله. غنعملوا هنا الزنجلان. بالنسبه للزرارع اللي بغى يضيف حتى النافع يضيفوا، انا درته مع الماء. هو مع الماء ملي كديروه يغلى في الماء كيعطي واحد المذاق اكثر، كتكون المذاق ديالو كيكون مجهد اكثر من اننا نعملوا حبيبات. صافي درت ديك النواشف مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا. كنحاول انني نخلط مزيان مزيان ديك النواشف مع الطحين وصافي. ومن بعد غادي نبقى نزيد شويه بشويه. غنزيد هنايا واحد معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه. وغندير هنايا السمن حار، انا راه بامكاني كندوبو مع الزبده ولكن خليته باش تشوفوه انني كنستعملو، وقبصه ملح. صافي وغادي نخليها. من بعد ما غادي نجمع العجين راه غادي تطلق داك السمن حار مع العجين، راه كتعطي واحد المذاق رائع. ما تقولوش راه تجي مجهده السمن حار مع هاد الفقوصه، ولكن راه كتجي رائعه. كما قلت لكم اللي ما عندوش مجهد يدير معلقه صغيره تكون عامره. هنايا عملنا معلقه ديال عفوا كاس ديال الزبده، وعندنا كاس ديال الماء ديال النافع وحبه حلاوه اللي غليتهم. عملت كميه النافع معلقه كبيره ديال النافع اللي غليتها وشويه حبه حلاوه، حيت دايره حبه حلاوه حتى حبيبات. صافي وكنبدا بحال هذا الشكل هيدا. كنجمع، كنحاول انني نخلطهم مزيان مزيان. انا نحاول نستعمل يدي باش تسهل عليا كيفاش نعجنهم. هاد العجين هذه كتكون قاصحه البنات، ما كتكونش خفيفه. العجين ديالها كما تشوفوا كتكون قاصحه، مجرد انها تجمع لكم صافي كتعطيوها الدليك. هي كتحتاج دليك بزاف. صافي وغندوز دابا. غادي ناخذ الماء ورد. غناخذ منه كاس ديال العنبه د الماء ورد. غادي ندفيه هو ونص كاس ديال المزهر. نص كاس ديال المزهر ما تصورليش في الفيديو. غادي ندير نص كاس ديال المزهر مع كاس ديال الماء ورد، وغندفيوهم واحد شويه. انا دفيتهم حتى لدابا باش ما يبردوليش من كون كنقول لكم المقادير. صافي هنا راه درت نص كاس ديال المزهر مع كاس ديال الماء ورد. كاين اللي يديرهم غير بالماء ورد، وكاين اللي كيديرهم غير بالمزهر. كل منطقه وشنو كيستعملوا. صافي من بعد ما دفيتهم في نفس القاميله اللي كنا درنا فيها الزبده تذوب. نفسها النيت ذوبت فيها باش حتى ديك شويه الزبده اللي كيبقى حتى هو يذوب لنا مع المزهر والماء ورد. صافي وغادي نبقى نزيد شويه بشويه. ما ديروش كميه كامله، ضيفوا شويه وتقريبا راه خدا لي الكميه كامله شويه بشويه. وانتوما كتجمعوا العجين ديالكم. راه هذا الشيء ديال السوائل على حسب النوعيه ديال العجين. كما قلت لكم بالنسبه لهذا العجينه كيلو ديال الطحين، انا استعملت طحين ميركادونا. بالنسبه للناس اللي ساكنين في اوروبا خدالي كاس ديال الماء ديال النافع، وخدالي كاس ديال الماء ورد ونص كاس ديال المزهر. هذه الكميه هي اللي جاتني مع داك كيلو ديال الطحين. وطبعا دايرين كاس ديال الزبده المذابه. صافي غادي نبقاو نجمعوا بهذا الشكل هذا حتى غادي تجمع لي بهذا الشكل. غادي ندلكوها بيدنا، دلكوها واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق. راه انا ديجا دلكتها واحد شويه بديك العجانه غير صغيره. اللي عنده العجانه يديرها في العجانه ويخليها تدلك مزيان، ووليو زيدوا دلكوها شويه بيدكم. صافي غادي ندلكها واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق.
وغادي نرجع معكم. بالنسبه لهاد الفقاقس هادو ما كنخمروهم جوج خمرات. كاينه واحد الفقاقس اخرين الكروس اللي كنا ديجا استعملت معكم راه عندي في القناه اللي كيجيو خفافين وكيجيو رطب، هادو نخليهم يخمروا المره الاولى ونوليو نخمروهم مره ثانيه. هادو ما كيخمروش المره الاولى صافي، هادو عي كندلكوهم صافي كنبداو اننا نقسموهم. كنحاولوا نديروهم هكا طوالين. بالنسبه للفقاقس اللي كنديروا شحال هذه في الاعراس كيكون الكميه ديالهم شويه كبيره، انا غادي نحاول نعمل شويه صغارين ونعمل شويه انا نديرهم غير للدار، يعني ماشي بالضروره اننا نعملوهم كبارين، واللي بغى يديرهم كبارين نديرهم. المهم انا نعمل واحد الكميه يكونوا صغارين ونعمل كميه اللي كيكونوا شويه متوسطين بحال اللي كنا كنديروا في الاعراس والمناسبات ديال شحال هذه. اما دابا مابقاوش الاغلبيه ما كيديروهمش قلال، يعني ما بقاتش ديك التقاليد والعادات بحال ديال شحال هذه صافي. ومن بعد غادي نعملهم كويرات بحال اللي كنعملوا المسمن، غنكورهم كاملين وغادي نرجع معكم صافي. من بعد ما كورتهم كاملين غنمشي لاول وحده درتها اللي كتكون شويه تلقات راسها داز عليها واحد 4-5 دقائق صافي، وكنبقاو نقرصوها بهذا الشكل اللي كتشوفوا في الصوره. كنقرصوها مزيان يعني ماشي غير شويه، كتقرص حتى كترقق. انا غنوريكم السمك ديالها كيفاش كيكون، حيت هي من بعد ما كتدير من بعد ما كتنفخ كتطلع يعني كيتضاعف الحجم ديالها. حنا كنحاولوا اننا نقرطوها مزيان خصوصا من الجوانب. ها انتم كما كتشوفوا كنحاول نضغط على الجوانب، وبالنسبه للوسط ما تضغطوش مره عليها، حاولوا تركزوا بزاف على الجوانب باش ما يجيوكمش منفوخين بزاف صافي. ها السمك اللي حصلت عليه في الاخير. نورمالمون هاد الفقوصات عندهم واحد الطابع خاص بهم، انا ما عنديش استعملت اي حاجه عندي في الدار. واحد الطابع كان عندي هكا صغير حاولت نستعمله في الوسط، اما هي عندها واحد الطابع اللي كيديروه كيكون مدور كيتباع في المحلات في المغرب، اللي متوفر عنده يقدر يديرو صافي. انا درت الاخر عملت الطاوه الاولى غادي نخليهم يخمروا. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خمروا، راه كيتضاعف الحجم ديالهم. انا خليتهم ساعه المكانه تقريبا، نغطيوهم بشي منديل، كناخذ واحد العود ولا اي حاجه عندكم كتبقاو تقبوا بها هذوك الفقاقس ديالكم بهذا الشكل. وكيكون الفران سخون على 160 درجه، كتسخنوه مزيان وكتعملوه غير من التحت، كتطلعوا عفوا الطاوه الفوق حتى كتحمر من التحت كتشوفوها تحمرات، وصافي كتهبطوها الوسط وكتشعلوها واحد شويه من الفوق. كاينه اللي كيخليها بيضاء، انا ضروري كنحمرها واحد شويه صافي. وهذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما طابت لنا. ومن بعد ما خرجها من الفرن كنخليوها تبرد، راه ملي كتبرد كتماسك ما كتبقاش هشيشه بزاف، حتى هي هاد الفقوصه المذاق ديالها والقوام ديالها من الداخل كتكون شي هشيشه، كتكون شويه شاده في راسها، راه ملي كتبرد كتشد في راسها. وتقدروا تخبعوهم في المجمد وتجبدوا منهم شويه بشويه، راه كيجيو رائعين والمذاق كيجي فيهم غزال. نتمنى اللي عمره ما جرب هاد الفقوصات هادو يجربهم ويرد عليا الخبر في التعاليق. نتمنى الفيديو ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المشاهده، الى فيديو لاحق ان شاء الله. إذ تحديت الليالي